السلام عليكم. طبعا كلنا شفنا فيديو الترند اللي انتشر في مصر اليومين اللي فاتوا دول. دكتورة وسام شعيب احد الدكاترة في مستشفى دمنهور العام، ودكتورة امراض نساء، خرجت علينا وهي عملت لايف بعربيتها بتتكلم عن الحالات اللي بتجيلها. يا صراحة انا مؤيدها، مش معترض عليها، يعني انا بجد بأيدها وبحييها وبقول يعني بلاش القانون بتاعنا عشان يرضي السوشيال ميديا وغضب السوشيال ميديا ان احنا نعاقبها. لا، الست طلعت ما فضحتش حد، هي اتكلمت بكل اريحيه وقالت على حاجات، وما قالتش اسماء، هي قالت على حاجات معينه وحالات بتشوفها. يعني لان دكتور امراض نساء، يعني كانت اول حاله هي كانت راكبه العربيه بتاعتها وعملت اللايف بتاعها بتتكلم عن اللي احنا وصلنا له دلوقتي، احنا وصلنا لايه. فيعني نسمع الفيديو ويا ريت الناس ما تزعلش مني. وطبعا انا بقول الكلام دوت ومش يعني عايز اقول لكم والله انا بايدها. وسيبك بقى من ايه، من اللي سطر ربه وما يفضحوش عبده، لا هي ما فضحتش حد، ده بتقول حالات بتوعي الناس، بتوعيكم. بس المشكله اللي زعل منها اللي عاوزه بطحه، واغلبيه اللي هم هاجموها الستات. يعني لو دخلتوا على الكومنتات كده والهجوم كله من الستات. الرجاله هتلاقي حاجات بسيطه، وهو برضو من هم ايه، لان دول برضو من ضمن الفئات اللي هي راسها بطحه، فايه قاموا حسسوا عليها. طيب هي ست قالت ايه؟ قالت اول حاله او على اول حاله ان بنت عندها 14 سنه جايه مع امها وواحده تانيه عشان يعني يسقطوا الجنين. وطبعا قالت في النهايه، قالت ده هي، لا ده قالوا ده خبطوها في كتفها، ده هي عندها 17 مش 14 يا دكتوره. والمهم قال طب نشوف الجنين كده يا سكر يا عسل، نشوف كده تقوم نطمن عليها. لقوا الجنين في الشهر الثامن. طب انت عايزه ايه؟ دخلت تاني امها بعد ما قالت لها ما ينفعش، ده في الشهر الثامن، حتى لو نزل هينزل كامل وسليم. دخلت امها قالت لها طب بعد اذنك، اصل العريس ده بتاع جربوع ومن عيله الجربوع، واحنا مش عاوزين النسب ده ومش عايزين منه خلفه. فطبعا الست طبعا عشان دكتور امراض نساء ففاهمه الشغل عامل ازاي. البنت 14 سنه، وطبعا الله اعلم يعني مصيبه سودة، مصيبه سودة، ربنا يسترها، ربنا يسترها، ده احنا في ايام صعبه هنحكي دلوقتي. الحاله الثانيه انها جات لها واحده من المستشفى تولد بسرعه، هوب 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 دخلت ولدتها. طب فين ورقك يا بنتي؟ طب مش عارف ايه، ما عنديش ورق، اصل انا بلغت جوزي. بعد يومين جه الجوزها واخد بشله في وشه، لا انا من جوزها وادي مراتي وادي الورقه العرف ايه، وادي الورقه العرف بتاعتها ايه. يا عم انت متجوزه. فطقصت على الموضوع، لقيت ان الست دي كانت برضو حامل قبل كده، وكانت مفيش جواز ومخلفه واتسجنت. فطلع بقى فهمت القصه، لا المهم غلطت غلطه مع حد وقالت ايه، جابت واحد اديته قرشين وكتب ورق عرفي. حتى بيقول لك الورق العرفي يعني ايه، خطها لسه طازه، يعني الخط بتاع احنا لما بنكتب ورقه ونسيبها مثلا سنه ولا اتنين ولا شهرين ثلاثه، الحبر بيبهت شويه او بيقدم، لكن دي خطها طازه. فالراجل عاوز يشيل المسؤوليه. حتى بتاع امين الشرطه ولا امناء الشرطه قالوا له يا ابني يعني انت عارف يعني ايه اللي انت بتعمله ده؟ يعني او هي قالت له انت عارف هتعمل ايه؟ يعني هتورث فيك وباسمك وهيورث في كل حاجه، ده يبقى ابنك. قال لها ما انا مراتي عرفي. هنتكلم دلوقتي عن موضوع قصه العرف ده. الحاله الثالثه اللي جات لها واحده مقبوض عليها لانها خاينه جوزها، مقبوض عليها في خيانه زوجها. وطبعا ما فيش حد في الواد بيطلع لها شاب اصغر منه، بيطلع لها شاب مش عارف ايه طالع نازل عليها. فبلغوا جوزها بلغ البوليس جه قبض عليها واخده سنتين في قضيه زنا وخيانه، يعني حلوه قوي. وهتطلع تاني تكمل. ده غير بقى الحالات اللي بتشوفها والحالات اللي بتعدي عليها، ومن المراهقين ومن اطفال صغيره وزنا محارم. الست بتتكلم كلام عادي، وان الخلفه مش عايز اقولها بقى، لان انتوا كلنا سمعنا الفيديو. الخلفه مش عارف ايه اللي بتجيب لاهلها الكافيه، والواد الخلفه المهم ما علينا. فهي ست ما غلطتش. احنا فعلا في مجتمع ضايع. وهي عرت المجتمع، هي فضحت المجتمع، هي نشرت الغسيل الوسخ بتاع مجتمعنا دلوقتي. والله يعني احنا بنشوف دلوقتي مصايب. البنات الصغيره بقوا خطر. كل واحد عنده بنت، يعني انا عايز اقول لك كل واحد هيخلف بنت كان يقول لك يا البنات ده رزقها واسع، البنات دي مش عارف خير.
كل واحد هيخلي البنت دلوقتي يحط عينه في راسه انها ضايعه. ليه بقى دي ضايعه؟ ليه دي كده؟ ليه؟ كان زمان عندنا تربيه، كان زمان في حاجه اسمها اب وام بيتابعوا البنات بالذات، عملت ايه ورحت فين وجيت منين ومش عارفه ايه، وكانت على طول. دلوقتي لا، دلوقتي سايبين الحبل على السايب. احنا السبب اللي احنا فيه وصلنا له، هي بتتكلم صح. السبب اللي احنا فيه وصلنا له ده اللي وصلنا له. الحاجه دي هي اللي خربت الدنيا، دي اللي خربت الدنيا. لما بنات صغيره ما كملتش 10 سنين او 11 سنه وتمسكها موبايل، طيب ما الموبايل ده خراب بيوت. شوفوا انا عندي سنتر دروس خصوصيه هنا في المنطقه، والله عيال صغيره ماسكين موبايلات، بنت واقفه بتصور تيك توك، بتصور على التيك توك، فرحانه انها تعمل لها فيديو تيك توك. لما الاب يقعد بنته على التيك توك يقول لك ياه ده انا بشتغل 30 يوم بيطلع ميتين ابويا، ما بجيبش على قد بنتي اللي بتجيبه، اقعدي يا بنت. ولا الراجل اللي بيعرض مراته على النت عشان الفلوس، ما كده خلاص اصبحت الرجاله 3/4 دلوقتي او نصها ديوس، يعني وبيفتخروا ديوس. لما تطلع بابي ومامي وتطلع بابي مامي، البنت اللي كانت رفيعه المسلوعه دي مش عارفه راحت فين دلوقتي. لما جوزها فرحان بيها انها بتعري نفسها عشان خاطر الفلوس. لما واحد يجيب واحده من اوكرانيا ولا من اي دوله اوروبيه ولا بيعمل معاها فيديوهات يقول لك ما عشان الفلوس. يعني انت فين الرجوله؟ فين التربيه؟ لما الام تعرض بناتها وتعري بناتها عشان الفلوس، يبقى خلاص على الدنيا السلام. يبقى البنت تعمل اكتر من كده. هتقول لي هقول لك حاجه، في مجله انجليزيه وانا قريت تقرير عنها، قالت اكبر نسبه مشاهده لافلام البورنو في الوطن العربي. طب مين اللي بيتفرج؟ ما عندهم بقى بتخش بالايميل بتاعك في حاجه اسمها ذكر وانثى، قال لك اعلى نسبه مشاهده للاناث البنات ستات الاناث هي اعلى نسبه مشاهده. طب اول دوله عربيه، تخيلوا هتبقى مصدومين قوي، اول دوله عربيه السعوديه. طب تاني دوله عربيه مصر. تالت دوله عربيه الامارات. صنفت الدول العربيه اللي بتتفرج على افلام البورنو. عايز اقول لك ان في اوروبا عندهم الكلام ده مباح، فمش هيتفرج ليه؟ ما هو هيجيبه يخلص ويدفع وبالاجره. يعني في المجتمع اللي هو بره بيبيح الحاجات دي، مفيش فيها حرام وحلال عندنا، لكن احنا عندنا مجتمع مقفول، فعشان كده بنجري نتفرج على الحاجات دي. برضو الست اعترضت الدكتوره وسام، قالت ان افلام المنتجين والافلام اللي حصلت اخر الفتره دي هي اللي فتحت العينين. معاك بس وضحت عينين في اماكن شعبيه بيحصل فيها الكلام ده. يعني في اماكن في مصر، مش عايز اقول القاهره ولا اسكندريه، لا في اماكن في الشعبيه في مصر بيحصل فيها الكلام ده، مباح الكلام ده عندهم، ومناطق ما حدش بيعرف من الداخليه يقدر يخشها. انا معاكي والله معاك يا دكتور، واعرف اماكن ما فيها الكلام ده مباح ومعروف، يقول لك بيت فلان وبيت فلان وبيت فلان وبيت فلان، دول بتوع كذا ومظبطين مع الداخليه وعارفين وبيقبضوا منهم. مش عايزين نتكلم عشان نفتح اكتر من كده. فانا والله العظيم انا يعني بقول الست دي ما اتكلمتش، هي ما بتقول فضحت ايه؟ ده بتوعي، بتقول لك انا حاله وحاله، ما قالتش ام فلانه ولا فلانه جات لي ولا علانه جات لي، ده بتقول حالات. خلي بالكم، قرفانه من نفسها، ست قرفانه من شغلتها. دكتوره وسام دي قرفانه من اللي بيحصل بجد. ده ايه احنا وصلنا لايه؟ بنت 14 سنه و13 سنه، والله العظيم اقول لكم حاجه، انا هنا عندي يعني كان قصه مشابهه كده، 13 سنه وحملت من واحد وسافر على بره دوله من دول الخليج وقطع علاقته بيها، ويعملوا ايه؟ راحوا يسقطوها. الواد كان في الشهر السابع او البنت كان في الشهر السابع، سقطوها عند دكتور ما عندوش ضمير، وللاسف ماتت. وعملوا ايه؟ طلعوا شهاده وفاه انها بالسكته القلبيه، ودفعوا للشهاده المستخرج بتاع الوفاه ولا بتاع الصحه، ودفعوا وطلع بالسكته القلبيه، والموضوع انتهى والجنين اندفن والام اتدفنت في سريه تامه.
بنتهم وخلص الموضوع على كده. فليه احنا ليه اتضايقنا قوي ليه؟ وليه اتشنكنا قوي على الدكتور وسام ومش عارف ايه وانت مش عارف ايه؟ ويطلع لك عمرو اديب الاعلامي عمرو اديب يقول لك ويهاجمها ولازم يكون في قانون ولازم مش عارف ايه ايه يا عمرو يا اديب؟ ما تهدى كده، واحده على قلبك كده وابلع ريقك يا عمرو اديب. ده انت ياما بتهاجم الفقراء يا اخي، ده انت مطبقات كبير يا اخي. الفقير بيموت من الجوع يا اخي وانت عمال تهاجمه بهمجيه وتقول ده همجي مش عارف ايه. انت دلوقتي لما جت على الطبطاب على البطحه خلاص متضايق. هي عرت المجتمع، عرتنا والله عرت الناس كلها. ده في اكتر من كده. لما يكون من سنتين ثلاثه مسلسل لفنانه مشهوره عامله عن زنا المحارم، زنا المحارم، عايز اقول لكم انه منتشر قوي دلوقتي في مصر زنا المحارم. بتقول لك ايه؟ بدل ما اروح من غريب، طب ما ده القريب، ما هو كده هيروح لواحده تانية، طب ما انا اولى بيه وجحا اولى بلحمه طورو، جحا اولى بلحمه طورو. خلاص يابا، يعني احنا بالصلاه على النبي عندنا الفجر كله انتشرت فينا مجتمعنا. طب انا عايز اقول لك حاجه، والله لو كل اب وكل ام دلوقتي كشفوا على بنتهم ربنا يستر على ولايانا. النسبه عاليه. فانا بقول لكل اب وكل ام ارجع كده وعيد تربيه بناتك، تابع بناتك، شوف رايحه فين وجايه منين. ده لا، ده خراب، والله العظيم ده خراب. ده السبب اللي حصل لنا كلنا، حسب مشاكلنا كلها. نسبة الزنا انتشرت، الطلاق انتشر، خراب البيوت انتشر. قبل ما خشوا على اللي بيعملوا تيك توك واللايفات. في مره حد بكلم حد قالت لي وانا بقعد بالسبع 8 ساعات وبستحمل معاكسات الناس ورزالتهم ببلاش عشان الفلوس. شوف الفلوس. بكلم اب مره يقول لي طب ما والله بنتي بتكسب احسن ما بيحصل ما انا بكسب. ده انا بسافر واروح واجي ويطلع عين ابو اللي جابوني على 5000 جنيه. هي بتقعد في الشهر تجيب لها 10000 جنيه من كبسي شياري وكبسي، يلا كبسوا يلا كبسوا بسرعه، يلا كبسوا. فالراجل بعد كده عايز ايه من اب بيعمل كده؟ عايز ايه من زوج بيعرف زوجته وعياله يتربوا ازاي؟ عايز ايه من ام بتعرض بناتها وتعريهم عشان فلوس؟ عايز ايه من واحده قاعده بتشحت على التيك توك كبسوا شيروا عايز بعد كده المجتمع يصلح حاله. عايز بعد كده لما تكون واحده زي دي تخلف بنت هتربيها ازاي؟ هتربيها على كبسوا وشيروا؟ ما هي الخلفه العار بتجيب لاهلها الكافيه. ما احنا ما عندناش سيدات مجتمع دلوقتي او بنجهز لامهات مستقبل. احنا جهزنا هيبقى اسوأ امهات. ده انت الجيل الجاي هيبقوا على الشوارع والطرقات هيوقفين لك كده يقول لك هي يا بيه هتدفع كام؟ عايز كام؟ وليه تقعد على الطرقات ليه؟ ما دلوقتي على النت، اشقطها من على النت. بقينا رخاص. لما تطلع واحده تقول ماسكه سجاره كده تشرب سجاره يقول لك الراجل ده ابن 60 في 70. مفيش راجل يتعاشر. ما تشوفي نفسك انت الاول. طلعالي عريانه، ما تلموا لحمكم. ده بيقولوا يا اخي ده يا اخي لو انت يعني اغلبيه الموجودين المسلمين حتى المسيحيين بيقول لك ان جسم المرأة عوره والله عوره. يعني انا الراجل ده مؤاخذه تلاقيه لابس نص كم وخايف على جسمه مش عايز حد يشوف جسمه. يقول لك عيب لما تطلع راجل بحمالته يقول لك عيب يا راجل انت، يا راجل ايه الاسد ده؟ ايه ورد الجناين ده؟ عيب اللي انت بتعمله في نفسك ده. ولما الست تتعرض تقول لك لا دي حريه. والله انا لا اؤيد لبس الحجاب واؤيد المراه اللي هي بتتعرى وصدرها باين وجسمها باين، انا بؤيدهم. ولما تطلع الراجل يلبس يعني فانله حمالات يطلع بيها في فيديو ولا حاجه يقول لك شوف الراجل الناقص ابن الناقصه طالع بحمالات وطالع مش عارف ايه. يعني فاحنا شعب ناقد لنفسه، احنا شعب محتاجين حد يعرينا اكتر من كده. والله انا بايد الدكتوره وسام شعيب على اللي حصلته، على اللي عملته. والله العظيم انا بايدها. واتمنى ان احنا نخلي بالنا من عيالنا. احنا في مجتمع في زمن خطر. الحياه بقت غليت ومحتاجين فلوس ونجيب فلوس باي طريقه، حتى لو عرضنا بناتنا للي بيحصل عشان تجيب فلوس. وانت مش عارفه بنتك بتروح فين. ماما انا رايحه الدرس وماله. هل انت سالت عليها بنتي راحت الدرس ولا ابني راح الدرس؟ الله اعلم.
الله اعلم. اصل انا رايح اذاكر باخد درس عند واحد صاحبي. اتفضلي. ده ايه ده احنا وصلنا لحاجه يا اخي اعوذ بالله، ولو قعدنا نتكلم اكتر من كده هنطول قوي قوي قوي. فبعد اذنكم خلي بالكم من عيالكم، وبلاش هجوم على الدكتوره وسام شعيب. انا بحترمها، والله يا ست قالت، انا اتفرجت على الفيديو بتاعها كذا مره، ما فضحتش حد. ده هي قالت 3 نماذج وقالت في نماذج تانية. يعني القسم بقى، لما اقول القسم ان انا اقول اقسم بالله العظيم على ان انا ما افضحش مرضايا. يعني ايه؟ ما اقولش مثلا ايه ده فلانه وجابت هي وفلان وفلانه وفلان. هي بتقول حالات. يا جماعه خلي بالكم، ايه القرف ده؟ ايه الخلفه الخرا دي؟ ايه العيشه الزفت اللي احنا فيها دي؟ احنا وصلنا فين؟ فين الراجل الشرقاوي اللي دمه حامي؟ فين؟ ده انت بقى دمك بارد يا اخي. الناس مش هتعجبها الكلام ومش عاجبها اللي بيتقال. طب انا عندي فكره حلوه ليكم، جميله حلوه والله. خلاص نعيش بقى الحريه، سيبوا بناتكم في الشارع وعادي بقى. والجواز غلي، الجواز غلي والحياه غليت. فالشاب هيعمل ايه برضه؟ ما يشتري شبكه دلوقتي الجرام وصل 6000 جنيه، جرام دهب ب 6000 جنيه. ليه؟ ولما تقعد يقول لك انا عايز منك الاب، انا عايز منك كذا وكذا وكذا وكذا. اصلا انا بشتري، انا بشتري راجل. ده انت دمرت الشباب. خليت الشاب اللي معاه فلوس هو اللي بيتجوز، اللي معهوش طب هيعمل ايه؟ ما هو ده منفذ من المنافذ اللي يروح بقى للحرام بقى. اخر حاجه الجواز العرفي. الجواز العرفي ده زنا. انا بعتبره زنا. هتقولي لا، اقول لك لا زنا، لا زنا واكبر زنا. معلش. ليه بقى؟ لان بس زنا بورقه. الجواز الرسمي مش العرفي. لما عايز اتمتع مع حد بروح اكتب ورقتين واخلص، ولو حصل لي حاجه يا باشا دي مراتي، دي يا الله مراتي ومش لاقي مكان وجبتها هنا، ايه المشكله يعني؟ وما كاتب عليها عرفي، ايه المشكله يعني؟ الله. القانون فاصبح ده زنا، بس زنا متدلع شويه، زنا بورقه، زنا برخصه، وفي زنا من غير رخصه. فربنا يستر علينا ويستر علينا. شكرا ليكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.